رفع السماوات بغير عمد ترونها بسط الأرض نصب الجبال خلق البر أجرى البحر بعظيم قدرته نور الشمس والقمر انتقى الشجر والحجر سبحانه ما عظم شانه لا يحد ولا يتصور خلق العلم خلق الجهل خلق الحق خلق الباطل خلق العلو خلق الصفر خلق اليوم خلق الليل خلق النور خلق الظلم خلق السعادة خلق الشقاوة خلق الهداية خلق الضلال خلق الخير خلق الشر خلق الحياة خلق الموت خلق الأضداد خلق كل شيء نشهد أنه لا إله إلا هو وحده لا شريك له لا شريك له في ذاته ولا في نعوته ولا في كلامه ولا في كماله لا في وجوده ولا في وجوبه لا في إبداعه ولا في إيجاده لا في تخليقه ولا في ترزيقه لا في عطائه ولا في إحسانه ولا في امتنانه لا في فضله ولا في تفضيله لا في كرمه ولا في تكريمه لا في شرفه ولا في تشريفه لا في مجده ولا في تمجيده ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي بعثه الله عز وجل وأرسله بالرسالة والهداية والدراية والوقاية والعناية والأمانة والصداقة بعثه الله عز وجل بالإمامة والقيادة والرئاسة والسيادة فضله الله عز وجل وزينه بالأخلاق المرضية والآداب الجيدة مجده الله عز وجل وشيده وأكده بالبينات الواضحة والدلائل القاطعة والبراهين الساطعة والمعجزات اللامعة جعله الله عز وجل أكمل البرية أرفع البرية أعلى البرية أقرب البرية أحسن البرية أجمل البرية أجود البرية نسأل الله تعالى أن ينزل بحر فضله وسحائب كرمه عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم كانوا يرون وجه النبي صلى الله عليه وسلم المتلألأ الذين هم كانوا يركعون مع ركوعه ويسجدون مع سجوده الذين هم كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم حق محبة الذين هم كانوا يفدون بآبائهم وبأمهاتهم وبأولادهم وبأوطانهم حتى بمهجهم في حبه وحب نبيه وهم الذين كانوا يفتخرون بالتفدية والتضحية وهم الذين كانوا يدمون مستوى الأرض بدمائهم لإعلاء كلمة الله عز وجل وهم الذين تخضعت وتذللت وتسجدت القوة الباطلة إلى أقدامهم وهم الذين كانوا يدمرون يشتتون يفتتون كل السلطة والسيطرة الطاغوتية والشيطانية من الأباطيل والمفاسد عن وجه الأرض بركوز أرجلهم لا يخافون في الله لومة لائم وهم الذين كانوا يبلغون كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى والسنن من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة من الغرب إلى الشرق من الشرق إلى الغرب من الجنوب إلى الشمال من الشمال إلى الجنوب من أفق إلى أفق حرفا حرفا نقطة نقطة من غير إفراط وتفريط من غير تحريف تبديل صلى الله تعالى عليه وعليهم وأزواجه أمهات المؤمنين وأهل بيته وعترته الطيبين صلى الله تعالى عليه وعليهم ومن اهتدى بهديه ومن استنى بسنته ومن تخلق بأخلاقه ومن تزين بتزيينه
ومن تدرس بتدريسه ومن نجح بحبه واتبع حق اتباعه علماء أمته وفقهاء ملته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقد ورد في الخبر عن النبي الأمين المأمون الصادق المصدوق الأبر صاحب القبر الأعظم صلى الله عليه وسلم أنه أفصح حيث قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام। দারুল কুরআন হাফিজিয়া হক্কানিয়া মাদ্রাসার ২৮তম বার্ষিক ওয়াজ মাহফিলের মহিমা মণ্ডিত আদর্শ ব্যক্তিত্ব, সত্যের উপর দৃঢ় সংকল্প জনাব সভাপতি, কোরআন সুন্নার ধারক বাহক, আম্বিয়ায়ে কেরামের উত্তরাধিকারী, সম্মানিত উলামায়ে কেরাম, ঈমান দীপ্ত মুরব্বিয়ান, উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশা ভরসা আজিজ তালাবা হযরত, নবী প্রেমে উদ্বুদ্ধ সম্মানিত উপস্থিতি, আমি অসুস্থ অবস্থায় আপনাদের সামনে হাজির হইছি। সংক্ষিপ্ত সময় সংক্ষিপ্ত কিছু আলোচনা আপনারা সামনে পেশ করার চেষ্টা করব। আল্লাহ তাআলার কাছে তৌফিক চাই, কারণ আল্লাহ যদি কেউরে তৌফিক না দেন, আল্লাহর ফজল আর করমের সম্পর্ক যদি কারো সাথে না হয়, তাহলে সে তার যোগ্যতা, সে তার জ্ঞান বুদ্ধির দ্বারা অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে না। আল্লাহ তাআলার যদি রহম আর করমের সম্পর্ক হইয়া যায়, তাহলে যোগ্যতাও লাগে না, আল্লাহ তাআলা তারে বিরাট মকামে পৌঁছাইয়া দেন, সে পৌঁছিয়া যায়। ঠিক না ওটি? সবে মাত না। হাফিজুল কোরআন হওয়া সম্ভব, হাফিজুল কোরআন, হাফিজুল হাদিস, শেখুল হাদিস, আরও কিছু হইতে পারে, কিন্তু আসল লক্ষ্য অর্জিত হইছে কি হইছে না সেটা বড় কঠিন ব্যাপার। সত্যের উপর থাকতে হইব অটল, এবং নবী সূর্য মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণে থাকতে হইব দৃঢ় সংকল্প।